مرحبا أعزائنا المتابعين. ما هي المؤسسة العامة للرقابة والمالية والمحاسبة؟ الفصل السابع للعقد الاجتماعي، وفي المادة رقم 113 يفتح لنا نظام المؤسسة العامة للرقابة المالية بالشكل التالي. المؤسسة العامة للرقابة المالية والمحاسبة: 1. تتشكل هذه المؤسسة من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي، حيث يتم اقتراح نصف أسماء الأعضاء من قبل مجلس العدالة الاجتماعية، والنصف الآخر من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي بالمشاركة مع مجالس المقاطعات. يتم المصادقة عليهم من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي بثلثي أعضاء المجلس. في حال عدم اكتمال النصاب يتم التصويت بنسبة 50+1. 2. يمنع التدخل بعملها وتعرض أعضائها لأي ضغط يؤثر سلبا على أدائهم. 3. تقوم بعمل المتابعة والرقابة المالية باسم مجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، وتقدم تقاريرها لها باستمرار. ما هي مهام المؤسسة العامة للرقابة المالية والمحاسبة؟ 1. متابعة عمل مجالس ومؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا من حيث صرف الميزانية ومدى استخدامها بشكل قانوني سليم وشفاف حسب الحياة الاجتماعية والاقتصاد المجتمعي. 2. متابعة عمل النظام الضريبي والمال العام. 3. متابعة الواردات والصادرات وإلى أي درجة تم صرفها بجودة وبشكل سليم. 4. متابعة عمل الصرف الذي يتعارض مع العقد الاجتماعي والقوانين النافذة. إلى هنا أعزائنا المتابعين نصل وإياكم إلى ختام فكرتنا لهذا اليوم، على أن نلقاكم مجددا. لا تنسوا متابعتنا. دمتم بخير.